اهلا بكم البنات، كي راكم الشيرات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو تاع نهار اليوم فرحانين ومهنيين يا رب العالمين. فيديو جديد اخواتاتي ونهار جديد. اليوم البنات جبت لكم وصفات رمضانيه ما شاء الله. الوصفه الاولى البنات عباره على المطلوع نتاع ناس مغنيه، يجيكم يعني طالق الخيط ومفشفش ما شاء الله. والوصفه الثانيه تكون عباره على معقوده نتاع المحلات بدون بيض. كما تعرفوا رانا في الازمه تاع البيض، راه غالي بالبزاف. هذا المعقوده اللي راح توالمكم بالبزاف. هنايا البنات نبداو الفيديو تاعنا بسم الله على بركه الله وبالصلاه والسلام على خير الانام، عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وانتم خياتي بداوه لي بجام، خلوا لي هذيك البصمه الطيبه تاعكم باش هكا نعرف الفيديو تاعي تاع نهار اليوم عجبكم وباش تزيدوا تحفزوني. المهم البنات كما قلت لكم هاد الوصفات رمضانيين يعني ما شاء الله تحتاجوهم، ولا حتى في سائر الايام. قولوا لي خواتاتي كيفاش راكم دايرين مع الاجواء الشتويه؟ يعني راهي ما شاء الله والحمد لله، يعني راهي اجواء كما نقولوا حنايا شتويه بامتياز. المهم خواتاتي هنايا نروحوا نبداو الفيديو تاعنا. وهنا البنات نروحوا نبداو اول حاجه اللي تدي الوقت اللي هي الخبز ولا مطلوع تاع ناس مغنيه. هذا المطلوع البنات قد ما تعطوه الوقت في الخموريه وقد ما تخلوه يريح راح يجيكم ما شاء الله. واش نحتاج فيه؟ هنا عندي كميه تاع الفرينه. انا الفرينه خواتاتي هنايا ديت عيني ميزاني. الفرينه تدو على حساب العائله نتاعكم، يعني الكونتيتي تاع الفرينه تبقى عندكم. واش نزيد عليها؟ نزيد عليها هنايا مغرف كبيره معمره مليح، خميره تاع الخبز. يعني هنايا زيدوا شويه الخميره البنات، راكم عارفين راه البرد باش هكا الخبز نتاعنا يخمر. وزدت عليها مغرف نتاع السكر كذلك معمره، وراح نخلطهم مع بعض. ونزيد هنايا حوالي مغرف صغيره نتاع الملح، يبقى على حسب الذوق. ونخلط كل شيء مع بعض، يعني هذا ما راح نحتاجو فيه البنات، ما كان عنده حتى حاجه اضافيه. هذا هما المكونات نتاع العجينه. هذا المطلوع البنات السر نتاعه كما قلت لكم في الراحه، والسر نتاعه في الاختمار. يعني قد ما تخلوه يخمر وتبقاو تهبطوا له في الخموريه نتاعه قد ما يجيكم ما شاء الله، يعني ما عنده حتى سر اخر. المهم اخواتاتي هنايا من بعد ما درت كامل هذوك المكونات زدت هنا الماء. كما راكم تشوفون نزيدوا له الماء غير بالتدريج ونبقاو نلموا في العجينه. الماء بطبيعه الحال يكون دافي، راكم عارفين اخواتاتي البرد كامل. ديروا الماء يكون دافي ونبقى هنايا نلم في العجينه. هنا البنات العجينه نتاع هذا المطلوع لازم تكون كما نقولوا حنايا عجينه مطلوقه البنات، يعني تكون طالقه الخيط، ما تكونش حاكمه روحها كما المطلوع نتاع الطاجين. لازم هذا العجين يكون خفيف بالبزاف. دوك نوريكم القوام اللي لازم يكون بها هاد العجين. هنايا كيما شفتم بعد ما لميت العجينه دوك نوريكم البنات القوام اللي تحصلنا عليه. راكم تشوفوا يعني هنايا مازالها شويه ثقيله، راح نزيد نبقى نخفف فيها. يعني لازم تكون خفيفه يا الشيرات العجينه نتاعها. المهم البنات هنا كيما شفتوا نبقى ندير يدي في الماء ولا نشمخ يدي في الماء ونبقى نضرب فيه بهذه الطريقه البنات، يعني كيما نخدموا السفنج. نضربوا فيه عفوا بهذا الشكل ونغطيه خواتاتي ونخليه يخمر لي المره الاولى ومن بعد نرجعوا له. في هذاك الوقت البنات اللي راه يخمر لي فيه الخبز نتاعي ولا العجين نتاعي، رحت قطعت هنايا كميه تاع البطاطا، يعني حوالي ربع حبات تاع البطاطا متوسطين. درتهم هنايا في الكيكوطه، زدت عليهم كميه تاع الماء وراح نزيد عليهم كميه تاع الملح ونديرهم يطيبوا فوق النار، يعني باش نخدموا المعقوده نتاعنا. ندير البطاطا تاعي البنات تغلى فوق النار يعني هكاك باش نربح الوقت. هنا الكميه تاع البطاطا خواتاتي ثاني تبقى لكم على حسب العائله نتاعكم. كما قلت لكم انا ديت ربع حبات تاع البطاطا متوسطين الحجم. وهنا يا خواتاتي نروحوا نوجدوا الخلطه نتاعنا اللي راح نقليو بها هاد المعقوده. كما قلت لكم هاد المعقوده ما فيهاش البيض تماما يا البنات، يعني اقتصاديه 100%. واش نحتاج فيها هاد الخلطه البنات؟ عندي هنايا حوالي ربع مغارف نتاع الفرينه. كما راكم تشوفوا ربع مغارف نتاع الفرينه. راح نزيد معاهم هنايا كميه نتاع الماء. هنايا البنات الماء ما تكثروش، يعني زيدوا غير بالتدريج وبقاو تخلطوا فيها كما راكم تشوفوا شيرات، يعني بهذا الطريقه. هنا لازم نتحصلوا على خليط ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف، يعني كيما الخليط نتاع لي كريب يا البنات. دوك نوريكم القوام اللي نتحصلوا عليه. المهم البنات وكذلك هذه الخلطه تبقى لكم على حسب الكميه تاع المعقوده. اذا كانت الكميه كبيره تاع المعقوده يعني زيدوا ولا ضعفوا المقادير نتاع هذه الخلطه باش تقلي لكم كامل الكميه تاع المعقوده اللي عندكم. هنا كما شفتوا البنات بقيت نزيد في الماء غير بالتدريج، راكم تشوفوا البنات ونخلط يعني غير بالفرشيطه
ولا بالفوي. بهذه الطريقه نزيد الماء تاعي غير بشويه ونبقى نخلط باش تنحلي هذيك الفرينه وما تبقاش دايرت لي حبيبات. وهذه الخلطه الشيرات لازم ديروها قبل بوقت وتخليوها تريح، يعني لازم تعطيوها الراحه على الاقل يا البنات نص ساعه لازم تريح لكم باش يعني تعطيكم نتيجه مرضيه وما تنفتح لكمش المعقوده نتاعكم في المقله. هنا كما راكم تشوفون بعد ما خلطت مليح يا البنات وحسيت كامل هذيك الفرينه انحلت ما بقاش دارت لي هذوك الحبيبات، هنا راح نزيد لها رشه صغيره تاع الزعفران باش تعطينا اللون، يعني ما تبقاش هذيك الخلطه بيضه. ونزيد عليها هنايا شويه تاع الملح، وهنايا راح نزيد عليها حوالي نص مغرف صغيره على راس المغرف يا البنات، ماشي معمره بزاف، خميره نتاع الحلوى. راكم تشوفوا الشيرات على راس المغرف، خميره نتاع الحلوى ولا خميره نتاع الكاطو باش يعني هاد المعقوده ولا هاد العقده تجيكم خفيفه. هنايا راح نخلط هذوك المكونات كما راكم تشوفوا البنات، وراح نغطيها يا خواتاتي ونخليها تريح. كما قلت لكم لازم تعطوها الراحه باش تعطيكم نتيجه مرضيه وناجحه 100%، يعني لازم تخلوها تريح. يعني هذه وعن تجربه خواتاتي، يعني راني سييت حتى طحت كما قلت لكم حتى طحت في النتيجه المرضيه. المهم البنات راكم تشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل، يعني هنايا كما قلت لكم بقاو تزيدوا في الماء غير بشويه حتى تحصلوا على هذا القوام. هنايا خواتاتي بعد ما خلطتها راح نغطيها بهذاك الكيس البلاستيكي ولا الكيس الشفاف، الغلاف الشفاف عفوا، ونخليها بجيه، يعني ما ديروها لا في فريجيدار لا والو، خلوها غير بجيه تريح لكم كما قلت لكم على الاقل نص ساعه. انا هنا البنات درتها يعني قبل بساعتين وخليتها. خليت هذيك الخلطه تاعنا تريح ورحت وليت للمطلوع نتاعنا ولا للعجين تاعنا نتاع المطلوع. من بعد ما خمر لي هنايا البنات كما راكم تشوفوا جبت هذاك العجين وراح نبقى هنايا نشم خيدي في الماء ونبقى نضرب فيه بهذه الطريقه. يعني هذا العفسه ولا هذه الطريقه قد ما ديروها لهذا المطلوع قد ما راح يجيكم ناجح ويجيكم يعني طالق الخيط ما شاء الله. ديروها له البنات حتى 5 خطرات 6 خطرات راح يجيكم ما شاء الله. قد ما تلقاي يعني عندك الوقت وتشوفي العجينه تاعك خمرت، روحي باللي يديك بالماء وبقاي تضربي فيها. هنا خواتاتي خليته يعني انا ضربته واحد 3 خطرات. من بعد ما خمر لي راح نجو هنايا باش نشكلوه ولا باش نقرصوا المطلوع نتاعنا. هنايا عندي كميه تاع الزيت باش هكا كيما قلت لكم العجينه راهي خفيفه، لازم ندهنوا يدنا بشويه تاع الزيت باش تساعدنا في التقراص. وعندي كميه تاع سميد، لازم السميد الرطب، يعني ما ديروش الخشين ولا متوسط، لازم لكم السميد الرطب. وهنا نبقاو نشكلوا فيه كما راكم تشوفوا الشيرات، يعني راه يدير هذوك النفيخات بتعرفي العجين نتاعك راه ناجح. كما قلت لكم حبوباتي، يعني راني ناكد لكم ونعاود لكم هذا المطلوع السر نتاعه قد ما تخليه يخمر وتهبطي له الخمر قد ما راح يعطيك نتيجه ما شاء الله. راكم تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاش، يعني القوام تاعها راه مطلوق، يعني راهي مطلوقه تماما يا البنات. هذا هو القوام تاع العجين اللي لازم نتحصلوا عليه باش يعطيكم نتيجه مرضيه ويجيكم كيما المطلوع هذاك اللي يتباع برا. هنايا دهنت يديا بالزيت البنات وقطعت الخبز تاعي ولا العجين تاعي، يعني هنايا قطعت لي 2 خبزات كبار، يعني اختكم عينها كبيره لازم نكبر الخبزه. يعني دهنت يدي بالزيت ورمتها هنايا في السميد. كما قلت لكم لازم السميد يكون رطب، ماشي متوسط وماشي الخشين، لازم يكون سميد رطب باش كي نطيبوه ما ينحرق لكمش في الطاجين. وهنا راح نقرص الخبزه الثانيه، والسر نتاعه البنات الزوج انه ما تقرصيهش يعني في المره الاولى، حتى نبغوا نطيبوه نديروه في الطاجين مباشره عاد باش تقرصيه، يعني ما يتقرصش كيما المطلوع العادي نتاع الطاجين يا البنات ولا نتاع المطلوع تاع الكوشه انك تقرصيه في الطاجين ومن بعد تطيبيه. هذا المطلوع لا، يعني كي تبغي تطيبيه عاد تقرصيه. نتمنى تكونوا فهمتوني خواتاتي. هنايا درتهم البنات كيما شفتوا غير ورق الطهي، ذريته بكميه تاع السميد، يعني كثروا له السميد. كيما تعرفوا العجينه راهي مطلوقه ولا راهي خفيفه بزاف باش هكا ما يلصقناش. راكم تشوفوا البنات النفيخات اللي دارهم. غطيتهم البنات وخليتهم يريحوا لي واحد ربع ساعه. في هذاك الوقت اللي راه يريح لي فيه المطلوع انايا هنايا البطاطا تاعي تاع المعقوده كانت طابت، كنت يعني وهي سخونه مرستها يعني بفرشيطه. وهنايا راح نجو باش نديروا الدوزان نتاعنا نتاع المعقوده نتبلوها. واش نحتاج؟ عندي هنايا فص نتاع ثوم كنت ربيته، وعندي كميه تاع القزبر. انا هنايا عندي غير القزبر البنات، اذا كان عندكم معدنوس وبغيتوا ديروه ديروه، انا درت غير القزبر. كما قلت لكم شويه تاع الثوم، كميه تاع القزبر، وهنايا عندي كميه تاع الفلفل الاحمر يعني حار. انا هذا الفلفل الاحمر حار البنات، اذا كان عندكم البارد تقدروا ديروه. عندي هنايا رشه صغيره تاع الفلفل الكحل،
وعندي شويه تاع الملح ورشه صغيره تاع الزعفران. يعني المعقوده هذه البنات اللي تجي تتباع في المحلات تجي صفرة، يعني نديروا لها الزعفران. وراح نخلط هاد المكونات مع بعض. يعني هنا لازم نعجنه باليد، كما تعرفوا البطاطا لازم تعجنيها باليد باش هكا تتشرب لك كامل هذوك التوابل وتجيك يعني المعقوده تاعك بنينه. هنا البطاطا البنات تاع المعقوده لازم يعني تخلوها تبرد من بعد ما تمرسوها، لازم تخلوها تبرد مليح تماما اخواتاتي باش تقدروا تقلوها. هنايا من بعد ما خلطت المعقوده تاعي البنات كما راكم تشوفوا، راح نديرها هنايا يعني راح نشكلها. راكم عارفين الشكل تاع المعقوده يجي دائري، نشكلها هنايا حبيباتي يكونوا متوسطين الحجم، ونديرها في طبسي اخواتاتي ونخليها بجيه ونروح نطيب المطلوع نتاعي. يعني وصفات شتو ساهلين خواتاتي، يعني وما يكلفوش بزاف، تحتاجوهم بزاف يعني في شهر رمضان الفضيل ولا حتى في سائر الايام تكون بحرت لك يعني فطور ولا عشاء. هاي لك اختي الفكره، اديها جربيهم ان شاء الله يعني كامل يعجبوكم. هنا نروحوا البنات نطيبوا المطلوع نتاعنا. هنايا درت الطاجين تاعي فوق الكويزينير، شعلت له النار، يعني النار لازم تكون قويه. هنا البنات هذا المطلوع لازم يطيب على نار تكون قويه. هنا البنات انا درتها فوق الكويزينير، كيما تقدروا طيبوا فوق الطابونه ولا فوق الريشو كيما نقولوا. انا هنايا الطابونه ما كنتش مركبتها لهيك طيبت غير فوق الكويزينير. كيما شفتوا البنات الطريقه تاعها راهي جد سهله. ترفدي الخبزه تاعك بها بالورق الطهي وتقلبيها في الطاجين بهذه الطريقه ومن بعد تقرصي. هذا هو السر نتاعه الزوج البنات، انه كي تجي طيبيه في الطاجين عاده تقرصيه، يعني تقرصيه في الطاجين يكون سخون وتقرصي المطلوع نتاعك. هنا كيما شفتوا شويه هذا المطلوع الاولى شويه عيبتها البنات، ما تضحكوش عليها. هنا راكم عارفين اخواتاتي يعني كي نكون هكاك وحدي ما نكونش نصور الخبزه الله يبارك ما شاء الله تجي مصوره. انا يا البنات نشعل كيما نقولوا حنا الكاميرا تاع التليفون ونبدي نصور لكم وانا يديا يعوجوا. المهم اخواتاتي قرصت الخبزه نتاعي كيما راكم تشوفوا وخليتها طيب. راكم تشوفوا كيفاش راه يدير هذوك النبولات. يعني العجين تاعنا ولا المطلوع نتاعنا عرفوه باللي راه ناجح مليار بالمية. يعني السر نتاع اخواتاتي كيما قلت لكم في الراحه، قدام ما تخلوه يخمر وتبقاو تخلطوه قدام ما راح يجيكم ما شاء الله. والسر تاع الزوج انه ما تقرصيش في المره الاولى، يعني قطعي الخبيزات نتاعك خليهم يريحوا واحد ربع ساعه ومن بعد يعني كي تجي طيبيه عاده قرصيه في الطاجين، يعني يتقرص في الطاجين مباشره. كيما شفتوا طيبت المطلوعه الاولى البنات وهذه المطلوعه الثانيه راكم تشوفوا. يعني هنا ما نحيت لكمش اللقطات برك سرعت شويه. كيما شفتوا خواتاتي ترفدي المطلوعه نتاعك بها بورق الطهي وتقلبيها. علاش قلت لكم الورق الطهي خواتاتي؟ كثروا فيه السميد باش يسهل عليكم هذا العمليه. نديروا لها لنا البنات ثقبه في النص كيما راكم تشوفوا ونخلي المطلوع نتاعي يطيب على خاطره. كي يتحمر لي من الجهه الاولى ولا من تحت البنات نقلبه ونخليه يتحمر لي من الجهه الثانيه ويكون المطلوع نتاعي تاع ناس مغنيه واجد. راكم تشوفوا البنات كيفاش راه يدير هذو النبولات، يعني يجيكم خفيف خفيف يا البنات ما شاء الله. يعني هنا النار تاعكم لازم تكون قويه باش يجيكم خفيف. هنا طيبت المطلوع نتاعي وخليته بجيه وراح نجو هنايا نقليو المعقودات تاعنا. درت هنايا البنات كيما راكم تشوفوا الزيت. هنا البنات المعقوده تاعكم لازم تطيبوها في زيت كيما نقولوا حنا يكون غزير، يعني الكميه تاع الزيت تغطي لكم الحبه تاع المعقوده. هنايا من الاحسن البنات ديروا حاجه تكون صغيره، يعني مقله ولا تكون صغيره وتكون غامقه باش ما تديكمش الزيت. راكم عارفين رانا في الازمه تاع الزيت لازم نعرفوا كيفاش نتصرفوا. كيما راكم تشوفوا نغطس الحبيبه تاع المعقوده تاعنا في هذيك الخلطه اللي خليناها ريحت. لازم تخلوها تريح البنات باش تعطيكم هذه النتيجه. ومن بعد نقلي كيما قلت لكم في زيت يكون سخون ويكون غزير، يعني كي تغطي الحبه تاع المعقوده تاعك يغطيها الزيت. راكم تشوفوا البنات يعني كل شيء راه باين في الفيديو. كيما قلت لكم ما نحيت لكم ولا لقطه خواتاتي، برك سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. هنايا نقليهم اخواتاتي عفوا، خلوهم يتحمروا شويه ومن بعد نحوهم. هنا كيما راكم تشوفوا يعني ما ينفتحوا لكم في الزيت ما والو. لهيك قلت لكم خلوا هذه الخلطه تاعكم تريح، يعني قد ما تعطوها الراحه قد ما راح تعطيكم نتيجه روعه البنات. يعني السر نتاعها في الراحه باسكو البنات، يعني انا الوصفه قلتها لكم وكان ما نجربهاش عده مرات ما نعطيها لكمش. يعني راني جربت حتى طحت في هذه النتيجه. يعني طحت فيه في غلطات البنات انه الخلطه ما خليتهاش تريح. يعني هذه الخلطه كي درتها ما خليتهاش تريح مباشره، نقليت يعني وصارت لي كارثه، يعني كامل ذيك المعقودات حلت في الزيت. لهيك راني نقول لكم البنات خلوها تريح على الاقل نص ساعه.
هنا كي تكوني معوله اختي ديري المعقوده في العشيه ولا تكوني معوله ديريها الصباح، خلطي العقده تاعك في الليل، غطيها وديريها في الفريجيدير، وغد من ذاك الصباح جبديها وقلي بها. اذا حبيتي ديري المعقوده تاعك في الليل، خلطي العقده تاعك الصباح، غطيها وخليها بجيه بلا ما ديريها في الفريجيدير، ومن بعد في الليل يعني كيما نقولوا حنايا اقلي بها المعقوده تاعك. نتمنى تكونوا فهمتوني خواتاتي. دائما نقول لكم سمحوا لي يعني نكثر عليكم الهضره، مي نبغي نمد لخواتاتي الوصفه بالتفصيل الممل، يعني باش نعطيكم كيما نقولوا حنا الوصفه على اساسها وعلى حقها وطريقها. المهم البنات هنايا كيما راكم تشوفوا قليت كامل الحبيبات تاع المعقوده تاعنا، راكم تشوفوا كيفاه جاو بلا ما ينفتحوا في الزيت، جوكم ما شاء الله. والمطلوع نتاعنا البنات تاع الناس مغنيه كذلك هاوليك واجد كما راكم تشوفوا، جا كي القطن يا البنات، جا روعه روعه روعه. انا ننصحكم اخواتاتي تجربوه، ونقول لكم برك تتابعوا الطريقه كما قلت لكم، وان شاء الله باذن الله راح ينجح معكم. هنا المعقوده تاعي كما راكم تشوفوا، راح نقسم لخواتاتي حبه باش يشوفوا كيفاش جات من الداخل. يعني ننصحكم تجربوها البنات، تجيكم بنينه ما شاء الله، وما في نفس الوقت اقتصاديه، ما فيهاش البنات البيض، وتجيكم روعه يعني بلا ما تنفتح لكم في المقله. برك كيما قلت لكم تتابعوا غير الطريقه، وان شاء الله باذن الله تجربوا هاد الوصفات وينجحوا معاكم. وهنا هاوليك الخبز نتاعنا ولا المطلوع تاعنا، راكم تشوفوا كيف جا طالق الخيط، جا ما شاء الله. خلوه يتحمر باش يجيكم هكاك بنين وما يجيكمش معجن. شوفوا البنات كيفاه جا بلا ما يتعجن، جا ما شاء الله. يعني السر نتاعه انكم تخلوه يريح، يعني لازم يريح باش يعطيكم هذه النتيجه. نقول لكم اخواتاتي كانوا هذو هما الوصفات نتاعي تاع نهار اليوم، نتمنى يكونوا عجبوكم ونتمنى يكونوا نالوا رضاكم. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على حباباتي. نقول لكم برك ما تنساونيش بالجام، خلوا لي كميه معتبره من اللي جام، ونقول لكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.